بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معايا النهاردة يعني بصوا حلقة تمام، حلقة روعة جدا، تحفة جدا، من أحب الحلقات على قلبي. الحلقة اللي بكون عاملة فيها غدا أو أي حاجة لاستقبال مش ضيوف، لكن أجمل وأغلى ناس عليا وعلى قلبي. وجودهم بيسعدني وبيسرني جدا ويفرح لي قلبي وبيحسسني براحة نفسية وأمان غير طبيعي، وكمان بيفرح ولادي وبيفرح بيتي. وجودهم في حياتي نعمة كبيرة، ربنا ما يحرمني منها أبدا، ويدولهم طول العمر ويدومهم طول العمر على راسي، ويجعلهم دايما يا رب منورين دنيتي وحياتي، أنا وولادي وجوزي وبيتي. هم مين الناس الغالية اللي بتشكري فيهم دول؟ هم الملايكة بتوعنا، يعني دايما أنا بقول عليهم هم دمة الملايكة بتوع بيتنا. هم اخوات جوزي البنات، ربنا يكرمهم في صحتهم وفي ولادهم. كلموني فجأة وقالوا احنا جايين بكرة هنقعد معاكي وكمان هنتغدى معاكي. طبعا بقيتش بصراحة عارفة اعمل ايه، لكن انا ما كنتش مستعدية، ولكن قمت اجري بقى. الجودة بالموجودة، هما دايما اقل شيء بعمله لهم بيسعدهم جدا جدا، لان هم يعني مش مهم عندهم اللي بيتعمل قد ما هم عندهم اللمه الحلوه بتاعتنا. لكن انا بصراحه يعني ايه، حاولت ان انا يعني اكون تحت حسن استقبالهم. اي نعم، مش في قيمتهم ولا مقامهم، ولكن على قد ما قدرت بسرعه في الوقت اللي كان ضيق بالنسبه لي. عملت في الاول خالص، قلت هنعمل اكل بقى نواشف النهارده. كان عندي الفراخ، هي كانت فراخ صغيره، تبلتها. دي كانت تتبيله من على بيت بصراحه، علشان الصبح اهو مشويها. وكمان قلت اعملي كمان، طلعي لك كيس باميه حلو كده، طلعيه واطبخوه لهم. كمان هم الاكل لما بيكون فيه موز كتير بيبقى حلو قوي وبيبقى احلى بكتير من الرز والطبخ والحاجات دي. عملت ايه بقى؟ طلعت كيس الباميه وقلت له البصلايه، دبلت البصله مش حمرتها، نزلت عليها بكيس الباميه وغطيتها دقيقتين، ورجعت فتحت عليها تاني، ضفت عليها نص معلقه من الثوم، وبعدين قلبتها مع قطعه من الليه، قطعتها قطع كده يعني مظبوطه تمام، وحطيتها على الباميه. خدت تشويحتين تلاتة، نزلت بالطماطم بتاعتي او الصلصه اللي انا مسبكاها، وبعده خدت برضو تشويحتين تلاتة اربعة كده، وبعدين نزلت بمعلقه توم تانية ومعلقه كمون، نص معلقه سبع بهارات، وكمان معلقه نص معلقه من الكزبره، والملح والمرقه اللي ببقى مخزناها في الفريزر باستمرار، وحطيتها وكده اتطبخت الباميه بتاعتي. نزلنا بقى على الفراخ، خرمتها وقطعتها كويس جدا، وبدات ان انا اعمل فيها فتحات كبيره جدا علشان التتبيله تخش فيها كلها. طبعا انا اختصرت لكم، انا صلصه بحطها على الباميه اهو. اختصرت بالمختصر كده انا هعمل ايه في الباميه. الباميه ما بتاكلش غير بالطريقه اللي بقول عليها دي، حلوه جدا جدا. والواحد طول ما هو عايش برضه بيفتكر حاجات وبيعمل حاجات كتير في دماغه. المهم الباميه اساسها توم وكمون، وما تحمريش البصل، يعني خلي البصله نيه بس تدبل معاكي، بس مش اكتر من كده. وكمان لو عندك حته ليا او دهن، ادي اللي اللي بقطعها اهيت، هضيفها دلوقتي على الباميه. كان المفروض اضيفها اول ما ضفت الباميه على طول فوق البصله، لكن بصراحه سوها عليا، وقمت جاري مخرطاها ومقطعاها ومنزلاها على الباميه بالصلصه بتاعتها. تمام. بألف هنا وشوف على قلبهم، يا رب الاكل يكون عاجبهم يا رب. اقلب بقى معاكم بالطريقه دي كده. معايا هنا بشوف معلقه توم ممتازه يعني. تمام. هتغطي بقى عليها مع البهارات بتاعتك اللي انا قلت لكم عليها، ونسيبها. نرجع بقى للتتبيله بتاعت فراخي. تتبيله فراخي كانت عباره عن بصل وفلفل اخضر سبايسي بقى او عادي زي ما انت حابه، ومعلقه توم ممتازه كده. وبعدين هتنزلي بالبهارات بتاعتك الموجوده عندك والمتوفر عندك. دي الشوربه اللي بخزنها دايما في الفريزر، في بقى علبه عندي بلاستيك او في اكياس، بخزنها في اي حاجه موجوده متوفر عندي. تمام. نرجع لتتبيله الفراخ بتاعتي. تتبيله الفراخ بتاعتي زي ما قلت لكم بصل وفلفل وتوم وسن بس مخلط تسجيل، واللهم صل على حبيبي، معلقه من الملح، وعصره من الليمونه، ونص معلقه من الخل، ومعلقه من صويا صوص ودبس الرمان. ونزلت على الدنيا دي كلها. كان عندي كمان خلطة مشاوي، حطيت منها معلقة كبيرة، ومعلقة كبيرة من سبع بهارات، ونص معلقة من الكمون، نص معلقة من الفلفل الأسود، نص معلقة من البابريكا، ونص معلقة من الكزبرة، وقلبت كله على بعضه، وضفت الدنيا مع بعضها وضربتها في الخلاط، وتبلت فراخي وغطيت عليها وعنتها في الفريزر. طب ايه الخطوة التانية او ايه الأكلة التانية؟ قلت ده انا كنت لسه عاملة اول امبارح كفتة على الفحم، النهارده برضو لازم اعمل لهم كفته برضو بالفراخ، بس مش على الفحم، كانت بصراحه في الفرن. هنا فرمت حته كبيره جدا من الدهن والليه، دهن اللحمه عندي والليه،
ونزلت عليها بنص كيلو من صدور الفراخ. بصراحة ده اللي كان متوفر عندي، كان نفسي احط عليها كمان قطعة من اللحم ربع او نص زيها، لكن ما كانش متوفر عندي. المهم فرمت اللحمة والدهن في الفراخ مع بعض وكده وحطيتهم مع بعض. هنا بضرب بقى ايه؟ البصل بالفلفل، هضربهم كويس جدا وهصفيهم، واخد بقى التفل بتاعهم احطه على الفراخ بتاعتي، والميه اسيبها على جنب. هنا البهارات بتاعتي مع اللحم بقى، البصل اللي اتصفى بالفلفل كويس، ومعلقه من الثوم. حطيت عليهم كمان بهاراتهم، بهارات الفراخ. حطيت عليهم نص معلقه من الكزبره، نص معلقه من الكمون، نص معلقه من الفلفل الاسود. برضو خلطه مشاوي حطيتها، ولو عندك كفته، لا خلطه كفته فراخ حطي منها تبقى كويسه جدا. قلبي كله على بعضه مع عصر من الليمون، وقلبيها مع بعضها وسيبيها ترتاح لها ساعة 2 3 بره الرخامة. طب لو هتبات، بيتها في التلاجة. خلصنا الكفتة بتاعتنا، اركنيها بقى على جنب، ونصلي على سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا النبي وبارك عليه. نيجي بقى على العجين. ما انا قلت لكم النهارده اكلنا كله هيكون نواشف. عملت لهم كمان شويه عيش بيتي كده فلاحي، حلو قوي قوي، كان بألف هنا وشفا. طلع من الفرن على الاكل على طول. ملح ودقيق وشويه السكر، وقلبي قلبي، وبعدين انزلي باللبن بتاعك. ربع لبن والتلات ارباع ميه، النص لبن والربع والنص ميه، الربع لبن والتلات ارباع ميه المتوفر عندك. وبعد ما عجنتيه كويس قوي، انزلي على الكيلو الدقيق بياخد 3 معالق من الزيت. انا هنا نزلت بنص كوبايه من الزيت، لان كان معايا كيلو ونص من الدقيق. بعد كده برضو لتيت العجين كويس وغطيته وسبته يرتاح. اجي على الاكله التانية، عملت لهم بقى كيلو من اللسان العصفور، علشان بيكون في ولاد مش بيعرفوا يحبوا العيش او مش بيعرفوا ياكلوه. قلت جنبي اعمل لهم كمان طبق من لسان العصفور، علشان ما اكونش ايه، حاسه ان في حاجه ناقصه. كان نفسي اعمل مكرونه كمان، لكن للاسف هم قالوا لي بلاش مكرونه. تمام. هنا التحمير في اللسان العصفور بيكون التقليب المستمر بالشكل بتاعي ده، علشان تكون تحمير لسان العصفور متوحد، مفيش حبايه حمرا وحبايه لا، او حبايه تاخد لون قبل حبايه. التقليب المستمر بالشكل ده. بجهز معايا بقى في البهارات بتاعه اللسان العصفور. هتحطي ليمون مجفف، عود من القرفه الخشب، نص معلقه من الكاري، ونص معلقه من الكركم، ورقتين لورا، وحبيتين حبهان افتحيهم وحطيهم. انا هنا ما ضفتش ولا ليمون مجفف لان ما كانش موجود، وفي الاخر افتكرت القرفه الخشب، فحطيت عود من القرفه الخشب. تمام. تمام. قلبي بقى بالطريقه اللي انتوا بتقلبوها ديت كده. الفكره النهارده مش في الاكل اللي انا طالعه اقول لكم عليه. وتضيفي بقى المرقه اللي عندك او الميه اللي عندك. عايزه اوريكم بس شوفوا شكل الحبايه، مفيش حبايه له واخده لون عن حبايه تانية. وتعقدي لسان عصفور. تمام. وتزودي الملح، تحطي شويه الملح بتوعه وتغطي عليه. يبقى انا عملت معايا الباميه. هنا كمان اخر حاجه، وكمان كان عندي بقيه المرقه اللي عملت بيها الباميه. عملت كمان طبق ملوخيه جنبي. قلت طبقين ملوخيه كده على طبقين باميه، والدنيا تبقى جميله قوي قوي. مفيش اجمل من الاكل النواشف اللي هو متغمس بالعيش ده. حبشي بقى جنبك زي ما انت عايز. المرقه غلت، حطيت عليها الملوخيه بتاعتي، ونزلت بمعلقه الثوم، عليها معلقه الكزبره، ونزلت عليهم معلقه الكزبره، نزلت بقى عليهم بالملوخيه. مش عايزه اقول لكم ريحه الملوخيه كانت عامله ازاي، ولا كمان كان طعم الملوخيه كان عامل ازاي. حاجه كده تحفه تحفه تحفه. بألف هنا وشفا على قلبهم. كان نفسي اعمل اكتر واحسن من كده بكتير، ولكن الجوده الموجوده يعني كان اكل قليل، ولكن كان مفرحنا كلنا والله العظيم. كانوا بيقولوا لي، كان جوزي بيقول لي بلاش تتعبي نفسك، لان طبعا عندي الفقرات تعبانه ظهري جدا من العجين. نشتري عيش وخس. قلت له والله ابدا، انا عامله من يومين عيش مخبوز في البيت، ما اعمل لهمش هم كمان؟ لا، لازم اعمل زي ما انا عملت بالظبط. وفعلا عملت لهم العيش، كان طالع من الفرن يعني حاجه تفرح القلب، وكان طعمه حلو جدا. بألف هنا وشفا على قلبهم. ربنا يديني الصحه والقوه، وافضل طول ما انا عايشه اخدمهم بعيني وبروحي وبقلبي، لان هم عندي اغلى من نفسي. ربنا يدومهم على راسي وفي حياته العمر كله يا رب. انا كنت هنا قاعده بتكلم مع عمتي الصغيره، هي قاعده قدامي كده وعماله ايه، تاخد مني انا اديها كده وترص على الصينيه قدامي كده. كنت بقى بسير انا وهي بقى قبل ما عمتي الوسطانيه تيجي بالسلامه. دايما الصغيره بتاعتنا اللي هي نورت الدنيا بتاعتنا كلنا، دايما تيجي بدري شويه عنهم. وطبعا انا ببقى صاحيه من 7 الصبح، برن عليها كل 10 دقايق لسه ما جاتيش. طبعا دي انا ما بسميهاش لا عمه ولا اخت جوزي، دي اختي الصغيره، صاحبتي، ما مش عارفه بنتي. المهم عمتك هلا. المهم انا اسفه. المهم ان هي حاجه مميزه
بالنسبه لي. يعني انا لا بخكسف منها، ولا مثلا بعمل إيه كده، يعني ايه ببقى مش هيباها يعني زي التانيين. لا، دي زيها بالظبط، ما عنديش اي كنترول على اي حاجه قدام منها. المهم ربنا يخليها لي يا رب، ولا تحرم منها هي واختي الصغيره يا رب. كلهم اخواتي، هم دوبت مكسبي في الدنيا، هم واصحابي وولادي وكل اللي بحبهم وبيحبوني. هم دومت اكبر مكسب ليا في الدنيا. ربنا يطول عمرهم في الدنيا كلهم. انا بقى بدات بقى ايه ان انا ايه، اعمله بالجراده. شايفاني يا وسطانيه بعمله بالجراده قدامك اهو. عشان هي لما جت قالت لي انت عاملاه على المكنه، قلت لها والله يا اختي عاملاه على ايدي وبالجراده وانا قاعده كده. فقالت اصل كل العيش قد بعضه، حجمه قد بعضه بالظبط. مع العلم ان انا دايما ما بظبطش العيش في ايدي ابدا، بس سبحان الله في اليوم ده كان ظابط ازاي مش عارفه. او يمكن تكون ايدي اتعودت على ظبطة العيش بالطريقة دي، مش عارفة. المهم هي بقى تاخد مني كده وترص معايا العيش على الصينية، لكن انا ما كنتش حابة ان انا اتعبها ابدا معايا ولا خليها تعمل حاجة. كان الاكل بسيط، وحبيت كده ان انا احبش كده شوية اكلات حلوين كده، واظبط الدنيا علشان يفتح نفسهم وياكلوا الحاجة بنفسه ويبقوا حابينها. المهم في المهم انا مش طالعه اقول لكم انا بعمل ايه، ولكن انا لو عندي عزومه طبت على غفله، انت عندك الملوخيه معينه في التلاجة، عندك الباميه بنخزنها في الفريزر، المرقه باستمرار تكون موجوده عندك. طب لو ما عنديش، سيبي لي دايما شويه اجنحه، سيبي لي دايما شويه حاجات كده من الفراخ او من البط او من اي او من اللحوم، او لو حتى عندك عظم لحمه هتعملي منه احلى مرقه. طب لو ما فيش خالص، مكعب مرق على شويه ميه. طيب يا حبيبتي، مكعب مرق وشويه ميه وتعملي شوربه كدابه، ولكن الافضل في اللي انا بقول عليه. وتخزنيها بقى في اكياس وتخزنيها. طيب يا حبيبتي، خزنيها في اكياس، في علب بلاستيك، في اي حاجه، علشان لو طب عليكي اي وقت في انك عايزه تعملي اكل في بيتك لضيوف لاي حاجه، يكون عندك الاكل الحاجه اللي تقدري تكملي بها اكلك. يعني شويه تحابيش، لو عملت طبقين باميه على طبقين ملوخيه كده، ومثلا شويه سلطه، حته كفته حلوه كده معموله في الفرن، ما فيش كفتات خالص، لو قضيتيها بالشكل ده يا بنتي كسرت المطبخ، كسرت المطبخ. المهم، اللهم صل على حضرة النبي. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، قولوا امين يا رب العالمين. هم قاعدين بقى بقول لهم والله انا تعبت جدا وزهقت، مفيش مشاهدات مفيش القناه مش عايز تشتغل خالص، مع العلم ان انا بتعب جدا 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 في القناه دي، وزهقت كده وحاسه بملل ونفسيتي مش مظبوطه يعني. شجعوني وقالوا لي اوعي تقفلي، بكره ربنا هيرضيك وهيكرمك وهيكبر بخاطرك. فهم دايما بيدعوا لي، وعارفه ان هم بيدعوا لي من قلبهم، مش هم بس، ناس كتير قوي. وفي ناس كتير قوي، يعني على قد ما في ناس كتير قوي ما بتقولش كلمة طيبة، بس في الأكتر بيقولوا الطيبة، وفي الأكتر قلبهم مليان خير ومليان سماحة ومليان حب. ربنا يكرم كل إنسان كريم، كريم في رحمته، كريم في قلبه الطيب، وكريم في حبه للناس، وكريم في إنه بيحب الخير للناس. ربنا يكرم كل قلب وكل إنسان وكل إنسانة بتحب الخير للناس، وبتتمنى الطيب لكل الناس، وما بتعملش الشيء اللي يغضب ربها. يعني ربنا يكتر منهم ويكتر من امثالهم. لان تحس انك طول ما انت عايشه في الدنيا، مع العلم انك طول الوقت قافله على نفسك وقافله على حالك وقافله على بيتك، برضو تحس برضو ان في نظره مش مظبوطه، يعني في حاجه مش طبيعيه. نصلي ونستغفر وندعي ربنا ونكلم ربنا كتير، يمكن ربنا يجي وقت ويستجاب لدعانا، و... ويمكن ربنا يدينا قوة على اللي احنا فيه، ويصبرنا على مدانا. قولوا امين يا رب. يصبرنا جميعا ويكفينا شر كل المشاكل والمصايب والابتلاءات، ويكفينا شر الكروب، لان الكروب زادت في البيوت كلها. والله ما عندي ولا عندك بس، لا ده انت لو جيت دورتي هتلاقي الدنيا كلها اللي فيها مكفيها. انا بوريكم اهو بعد ما خلصت بعمل ايه، طبقه واغطي طبقه واغطي. هنقوم بقى ايه كده، خلاص هحط بقى الفراخ بتاعتي، اطلعها بقى كده واحطها بقى في الصاج بتاعي علشان احطها في الفرن، لان خلاص دخلنا على الغداء. بعد كده ابدا بقى ايه، اصبع بقى الكفته بتاعتي على السياخ اللي عندي، اللي هي سياخ الشيش طاووق ديت. ببقى طبعا بلها قبلها بساعه باتنين بتلاته، يا ريت تبلي فتره طويله عشان ما تتحرقش منك، سواء كان في الفرن او على الفحم. هنا هنرص الفراخ بالشكل ده، ننزلي بقى بالتتبيله بتاعتك كده، ما تسيبهاش خساره. شويه تتبيله ممتازين، يعني ممتازين جدا، تحطهم بقى في الفرن. يا رب تكون الاكل كان عجبهم. هنا بقى اتعصر ايه، الف بقى الكفته بتاعتي. لو جيتوا تبصوا هتلاقوا الاكل بسيط جدا ومخدش معايا مجهود، وفي نفس الوقت الاكل كان يفتح النفس، حلو بيشجع بعضه، تمام.
يعني تحس كده براحه نفسيه وانت بتاكلي الاكل كده، مش العادي بقى. انا كان نفسي اعمل محشي ومش عارفه ايه، بس مش كل مره. تمام. عايزه ايه يا حبيبتي؟ المهم، اللهم صل على حضره النبي. الطيب مفيش احسن منه، والكلمه الطيبه حلوه، والمعامله الطيبه مفيش برضو احسن منها. صح الكلام ولا كلامي غلط؟ انا عارفه ان تلات ارباعكم هيوافقني على كلامي، والربع بقى اللي مش هيوافقني عليه ده انا مش عايزه اسمع له صوته اصلا، ولا حابه ان انا اسمع كمان رايه. المهم، هنشوف مع بعض العيش وهو بيقب في الفرن، حاجه كده مزيكا يا جماعه. والله العظيم تحسه. انا يا بنطلع العيش وهي قاعده جنبي بقول لها تحس اني مزيكا شغاله في الفرن. المهم، دايما احب قوي شكل الاكل بتاعي كده، وهو حلو متظبط وشكله حلو وريحته حلوه، واللي يجي ياكل بيقولك الله الله. ساعتها احس بفرحه شديده، انا ما اقولكوش بقى. كان تعبي ساعتها بيهون عليا خالص. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نعم. المهم طبعا بسجل، وولادي يعني كل ثواني كده يندهوا عليا. بدأت بقى ايه اخلص معاكم بقى الكفتة بالشكل ده انتوا شايفينه اهو. وبعدين نشوف هنعمل ايه بعد كده. كمان شويت معايا بتنجانتين في الفرن، وقمت جايه بقى مقشراهم ومجهزه لهم السلطه بتاعتهم. السلطه بتاعتهم عباره عن ايه؟ كان عندي طحينه انا اصلا كنت عاملاها قبلها بيوم يعني جاهزه، ممكن تحطها خام عادي، وتوم وكمون وعصره من الليمون والملح وشويه من الشطه صغيرين كده، وقرن فلفل اخضر، وتضربي الدنيا دي كلها ببعضها كده، وتعملي لك احلى سلطه بتنجان جميله جميله جدا. عملت كل الاكلات دي كلها، ما خدش معايا وقت وما خدش معايا مجهود، ومش بفلوس يعني، مش مكلفه، بس عملتي حاجه الناس تقدر تاكل وتشبع منها يعني، في نفس الوقت شكلها حلو وحاجات كلها يعني تحابيش بقى. التحابيش دي مفيش اجمل منها بصراحه، ومفيش اجمل من الست المصريه في التحابيش، تحب تحبش موت. فول بقى، طعميه، سلطه، خضار، بتنجان، فلفل، مسقعه، اي حاجه تلاقينا شغالين في كل حاجه. بسم الله ما شاء الله علينا. اسيبكم بقى تكملوا الفيديو مع بعضكم وتشوفوا نهايه الفيديو كان هيبقى عامل ازاي معاكم. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى تدوسوا له لايك كتير جدا للفيديو، ويجي لي نسبه اعلى مشاهدات فيه، واتمنى تدعوا لي دعوه حلوه ربنا يستجاب لكم كده ويسمع لكم. ان ربنا يكبر بخاطري وخاطركم وخاطر كل انسان محتاج ان ربنا يكبر بخاطره، وكلنا محتاجين ان ربنا يكبر بخاطرنا، وربنا يرضينا يا رب ويكرمنا جميعا، ويكرم جميع القنوات، وكل اللي معايا صحاب قنوات ربنا يكرمهم، واشوفهم احسن قنوات في الدنيا بحالها، واشوفهم ربنا جبر بخاطرهم وراضيهم ومفرحهم بشغلهم وبتعبهم. كلنا بنتعب في القنوات دي جدا جدا جدا، وانا عارفه قد ايه هم بيتعبوا فيها زي ما انا كمان بتعب. ربنا يرضينا كلنا جميعا يا رب. كملوا بقى. اللهم إني أسألك لكل مؤمن هداية، وإن كانوا قد اهتدوا فزدهم هدى وآتهم تقواهم. اللهم إني أسألك أن تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه وقفة تجبر عجزنا عن دفاعنا عنه. اللهم إني أسألك لكل مؤمن هداية، وإن كانوا قد اهتدوا فزدهم هدى وآتهم تقواهم. اللهم إني أسألك أن تقف. اللهم إني أسألك لكل مؤمن هداية، وإن كانوا قد اهتدوا فزدهم هدى وآتهم تقواهم. اللهم إني أسألك أن تقف. اللهم إني أسألك لكل مؤمن هداية، وإن